كل ما افتح على التيك توك بلاقي حدا بيحكي عن مبابي، ومبابي بياخد اكثر لاعب في تاريخ نادي ريال مدريد، ومبابي ابصر ايش وماخذ حقوق الصور وحقوق الابصر مين. يا اخي انت دافع اشي من جيبتك؟ بيريز رن عليك قال لك بدي 100 مليون دين وبسدك اياهن بعدين. انتوا شو اللي مضايقكم؟ انا مش عارف. على الاقليه بيريز معطي كيليان مبابي. انت بتعرف شو يعني كيليان مبابي؟ يعني افضل لاعب في العالم حاليا، وبيستاهلوا اكثر من هيك كمان. بس العتب على اللي بيعطي لاعب له بكل شيء الا في كرة القدم. اعلى راتب بالدوري الاسباني 37 مليون يورو، وعلى ايش؟ انا مش عارف. بيلعب شهر وبغيب 10. وحتى ليفاندوفسكي لاعب بعمره بيريز بيرفض يجيبه، واذا جابه بجيبه دكه. واعلى ثاني راتب في الليغا ككل ليفاندوفسكي. وبيجوا بالاخر يقولوا لك انت محتواك برشلونة، دائما بتطقطق على برشلونة وبتسولف عليهم. يا اخي اعطيني مقدم محتوى برشلوني ما بيسولف وبيحكي وبطقطق على ريال مدريد. يا رجل اذا حتى على اللاعبين اللي عندنا بتنزلوا من قيمتهم وبتقولوا عنهم منفوخين. كل فيديو بننزله 100,000 تعليق، هلا تحكيم فرانكو ابصر مين. يعني انت حلال عليك تهايط، واحنا اذا ردينا حرام علينا. هو اللي بده يدق الباب بده يسمع الجواب. بالنهايه هذا هياط كروي، احنا ما بنسب بعض، بنهايط على بعض كره قدم، وهاي حلاوتها على فكره بس بادب. وبالنهايه مبابي اللي معلقين عليه اكثر لاعب بالتاريخ بياخذ راتب بريال مدريد، مركزه الثالث على الليغا. فهون الشطاره والحداقه، مش انا اجيب اي لاعب واعطيه. ديونج 37 مليون على ايش؟ هو كاين توني كروس. وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد.